أكيد وصلتكم هذه الميزة، والبعض يسأل شنو موضوعها بالضبط، هل تحول حسابك إلى صانع محتوى رسمي ولا شنو موضوعها بالضبط؟ خلوني أوضح لكم، وباختصار الجواب أن هذه الميزة مثل ما تشوفون قدامكم تنشئ ملف جديد، بروفايل جديد، حساب جديد، بيوزر جديد، باسم مستخدم جديد، بإيميل جديد، بكلمة سر جديدة. يعني حسابك الأساسي ما راح يتحول إلى صانع محتوى رسمي، لا، هذا حساب جديد أنت أنشأته. المفروض أنك تقدر تسجل عليه من جهاز ثاني، بس ما ندري اللي قاعد يصير، كأنه في خلل بالموضوع. وهم هذه الميزة أصلاً أنت لما تصور بحسابك أو بجهازك راح يطلع لك البروفايل وتقدر تختاره، هو أنك أنت مثلا تنزل على بروفايلك أو البروفايل الجديد اللي أنت سويته. هذا باختصار الميزة هذه ما تحول حسابك إلى صانع محتوى رسمي الأساسي، تسوي لك حساب جديد. طلعت عند الكل، عند اللي عنده نجمة واللي عنده ملف صانع محتوى رسمي أو اللي عنده ملف عادي. فيا جماعة هذه أنبه منها البعض سوى هذا الأمر واتخذ الخطوة وانشأ ملف يعتقد أن حسابه تحول إلى صانع محتوى، وهو صار في حساب جديد معاه بحساب. سبق أني نبهت عن هذا الموضوع وشنو فكرته بالضبط، لأن الحين عدد كبير من المستخدمين وصلتهم هذه الميزة، لأن قاعد توصل بالتدريج، ففي دفعة جديدة وصلتهم، فهذا التوضيح بخصوص هذه الميزة.